ليه يا ام كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا حاجة؟ عمل ايه الولي عمل ايه؟ ما لسه بيقفل الباب تروح مديه. لا بس عجبني القلم بصراحة. ليه كده؟ مش عيب على جلابيتك اللي لابسها لما تمصش مرتك بالطريقة دي؟ وماله اللبس ده يا ماما؟ ده الموضة. ده مضايقك في حاجة ولا ايه يا اسلام؟ اسكت انت. فعلا هي دي الامهات فعلا التمام. تديله بالقلم عشان يمشي مراته كده. ليه يا استاذ تمشي مراتك كده؟ مش عيب؟ مش عيب كده الناس تتفرج على دراعاتها كده وراكها والناس صايمه كده؟ مش عيب؟ انت ليه يا ام تضربيني قدام مرتي وقدام حماتي زي كده؟ الكلام مش عندك انت يا مرت السابع، الكلام عند اللي جانيكي. عامة الكلام ده نحله هناك في الصعيد. فعلا انت عرفت تربي تديله بالقلم عشان يمشي مراته كده. ده هيروح البلد يتمد على رجله ويتمد على قفاه. ايوه يا حاجه انت عندك حق. ما ينفعش مفيش حاجه اسمها احنا في القاهره وانتوا في الصعيد تمشي هنا في القاهره كده وفي الصعيد تلبس يعني النقاب. لا فعلا امك عندها حق يا اسلام. يلا بينا عشان ميعاد القطر. ايه يا اسلام الكلام ده؟ بنتي مش هتعيش في الصعيد يا اسلام. ايه الكلام اللي بتقوله الحاجه ده؟ مامة مراتك بتقول لك هي مش بنتها مش هتعيش في الصعيد. هي مش هتيجي معاها الصعيد. هي عاجبها اللبس اللي هي لابساه. بصراحه مراتك زي الفل يا اسلام، زي الفل ومز اخر حاجه يعني. مش هينفع حضرتك تمشي كده في الصعيد هناك. انت لو رحت هناك في الصعيد هتفوق. انت لازم عليك الكلام ده؟ انطق. انت لسه بتفكر؟ بقول لك ارمي عليها من الطلاق. ارمي. انت طالق بالثلاث. يلا يا حلت امك. شايفه يا ماما؟ خليه يغور ابن امه. فعلا يا جماعة الدراما في مصر حاجة تانية، زي رمضان في مصر حاجة تانية. ارمى عليها اليمين، الواد رمى اليمين وخد بعضه ومشي وطلق مراته وخد امه. يلا فعلا هي دي الامهات يا جماعة. يلا نرجع البيت.